كذلك بعض اللاعبين يجب الآن التفكير في المستقبل. الأخطاء اللي ارتكبت كما قلت، الكرة ليست فيها عاطفة وليست فيها مجاملات. الأفضل أن الجاهز بدنيا المفروض أن يكون من يشارك، وهذه هذا في اعتقادي يمكن أخطاء ارتكبت، لكن يكون درس بالنسبة للمدرب اعتماده. كذلك هناك لاعبين ربما يجب اعتماد عليهم في المستقبل، أكثر لاعبين شباب، وأعطى فرصة للاعبين آخرين بالحافز نعم. يعني يكون عندهم طموح كذلك لتمثيل المنتخب. ولكن هذه هي حال كرة القدم، مشكورين على هذا الأداء وعلى كل المجهودات. هذه هي كرة القدم. الرحلة تتوقف مشاهدينا عند دور 6. هناك واقعية من منتخبات تطورت وعملت وتعرف كيف تتعامل مع الظروف في افريقيا. اولا النهارده لك كابتن يوسف وليك يا امين، وبعدين الانسان بيتعلم. الدرس قاسي. انا الخروج بالنسبه لي للمنتخب المغرب في هذا الدور مفاجاه كبيره، يعني هي تاني اكبر مفاجاه في البطوله بعد خروج السنغال. في ماذا فشل المنتخب المغربي في هذه المباراه كابتن؟ اولا انا ما كنتش يعني قلت هيتاثر بغياب زياشي وبوفال، بس مش لهذه الدرجه. ثانيا هو لم يستغل فرصه. المشكله دي يا امين عندكم في منتخب المغرب من كاس العالم، بتجيلكوا فرص وما بتسجلوش. فالمنافس النهارده جنوب افريقيا سجل من خطا في التمركز وسجل من كره ثابته، فانت اللي اديته المكسب، انت اللي سهلت له الامور. جالك ضربه جزاء ضيعتها. حكيمي اوعى تزعل، حكيمي نجم المنتخب المغربي الاول، صحيح الاول، وتحمل مسؤوليه انه ياخد ضربه جزاء عادي. كله بيضيع ضربه جزاء اكيد. بلاتيني، مارادونا، كله، وقدم مجهود كبير. جابها اليمين دي واخدها زي القطر، شمال رايح طالع رايح طالع، فعادي ممكن في بعض الاحيان بتحصل. انا لو مسؤول في الكره المغربيه اول قرار لازم اخده ادعم المجموعه دي وادعم وليد المدرب. المجموعه دي لا ينقصها سوى مهاجم كويس يقدر يترجم الفرص، وثمانية مختلف، رقم 8 مختلف في نص الملعب يقدر يكمل الادوار بتاع أناحي ومرابط، وهتبقى منتخب زي قوي وزي الفل. خلي بالك البطوله الجايه على ملعبكم، مالكوش حجه. البطوله الجايه الظروف هتبقى احسن على ملعبكم، والمنتخب ده خد درس قاسي في هذه البطوله، هيتعلم منه وهيبقى من اقوى المرشحين. فبلاش الاجواء الدراميه. المنتخبات الثانيه العربيه عندها مشاكل كتير قوي، انتوا لا، انتوا ما عندكوش الا واحد مهاجم يقدر يترجم الفرص، وواحد 8 في نص الملعب مختلف. غير كده الفريق ده هيكسر الدنيا. فعلى اهدوا. طبعا التجربه قاسيه والخروج قاسي، انما ما عندكوش مشاكل بعكس المنتخبات الثانيه. المنتخبات العربيه بمنتخبنا عنده مشاكل كتير قوي في المنظومه في كله. تونس عنده مشاكل كتير، الجزائر عنده مشاكل كتير، انتوا لا. فحافظوا على الاستقرار وحافظوا على الولاد، مش تبقى في الحلوه معاهم صحيح، هذا ما قلنا، وفي المره قطع، لا. نعم. لكن يجب كما قلت محمد، يجب هناك اشياء يجب تصحح اكثر. هو دائما ليس الاعتماد دائما على نفس اللاعبين تحقق معهم نتائج، هناك لاعبين شباب لازم تعطيهم فرصه اكثر، وهذا درس اكيد. واحنا مع المدرب، مع بقاء المدرب، واكيد ان حتى الجامعه والاتحاد المغربي سيدعم اكثر المدرب في الفتره المقبله. لكن يجب كما قلت هناك اخطاء ارتكبت يجب تصحيحها، ويجب ان لا يعني نسقط فيها مره اخرى. كما قلت انا البطوله الموسم السنه الجايه عندنا في المغرب. يجب الاستفاده من الاخطاء والوقوف مع هذه المجموعه كما اشرنا، التي قدمت الشيء الكثير لكره القدم المغربيه خصوصا في كاس العالم، وان تكون رابع العالم ليس بالشيء السهل. في انتظار تصحيح الاخطاء مشاهدينا والظهور بشكل جيد خصوصا